عامله لكم في فيديو مجمع باكلات اقتصاديه باللحمه المفرومه. ايوه، الاكله الواحده هتعملي بيها ربع كيلو بس مفروم. معانا ربع مفروم، بصل كده كتير، بطاطس حلقات كتير على قد افراد اسرتك. هتبداي تحمري البطاطس، هتحطي العصاج تحت البطاطس وبعدين طبقه من البشاميل. ناكل جنبها لسان عصفور. اكله جميله تكفي وتوفي. تاني اكله معانا ربع مفروم، بصل كتير، هنسلق بطاطس عشان هنبدأ نهرسها، هنحولها لبطاطس مهروسة. بعد كده هنحط طبقة من البطاطس تحت المهروسة واللحمة المفرومة في النص، وبعدين بطاطس مهروسة، وبعدين طبقة بشاميل. ناكل معاها عيش بلدي جميل أو شوية مخلل. هنجيب تاني ربع مفروم، هنبشر جزر. تمام، هنقطع بصل. احنا قلنا هنكتر الكمية عشان تدينا كمية حلوة. هتقطعي طماطم وتحطي كام معلقة صلصة حلوة كده، هيعمل معاكي احلى صوص بولونيز كتير جدا. هيكفي لو اسرة 7 افراد. هتسلقي مكرونة اسباجيتي وهتحطيها على الوش بالشكل ده. اكلة تحفة وهتعجبهم جدا جدا. المفروم يا جماعة بالبولونيز ده تقريبا بعملها في الاسبوع، كل اسبوع مرة. معانا بعد كده اللحمة المفرومة الربع. هتقطعي بصل، هتحطي كمية بطاطس حلوة متقطعة مكعبات ومتحمرة سواء في الفرن او في الزيت. كام فص توم حلوين. الاكلة دي بتعتمد على الكمون والملح والفلفل. شوية كمون، تحطي شوية ملح وهتحطي شوية فلفل وهتعصجي كله مع اللحمة بالشكل ده. يديكي اكلة تحفة. كليها مع الرز بالشعرية او اعملي سلطة زبادي بالخيار. الاكلة اللي بعدها هتجيبي ربع مفروم، هتقطعي جزر مكعبات، هتقطعي كمية بصل حلوة، هتجيبي شوية بسلة. جيبي كيس مثلا البسلة على الجزر، او لو انتي مفرزة يبقى الجزر والبسلة. هتقطعي برضو شوية طماطم، هتجيبي شوية بطاطس وهتقطعيها مكعبات وتقليها يا تشوحيها في الفرن. بعد كده هتدينا الاكلة الحلوة دي مع المفروم برضو كمية حلوة قوي. هتعملك حلة محترمة، هتاكليها مع المكرونة السوستة دي حلوة قوي، او رز بالشعرية. طب ناكل جنبها ايه؟ ممكن تاكلي جنبها سلطة زبادي، حطي فيها شوية شبت بتبقى حلوة. الاكلة اللي بعدها ربع مفروم، شوية بصل، بطاطستين كده بس ما تسلقهمش قوي، ربع سلقة، فصين توم، شوية معانا بقسماط، بيضة. هي بتقلي هتاخد بيضة واحدة عشان الربع المفروم، شوية خضرة، شبت كزبرة بقدونس. وتبدأي تبططي كده وتقطعيها وتعمليها في الفرن، هتديكي كمية حلوة قوي. كليها مع العيش البلدي. تمام. بعد كده معانا الربع المفروم، هنقطع بصل وهنجيب فصين من التوم. هتقطعي البطاطس حلقات كده وتبدأي يا تعمليها في الفرن يا تحمريها. بتنجانتين كده، ولا كتري الخضار بقى معانا وتعمليهم برضو. فلفل رومي تقطعيه حلقات، طماطم هتقطعيها حلقات، جزر برضو قطعيه حلقات بس تخينة شوية. معانا رز مصري، هتعملي احلى حلة مقلوبة هتقضيكي. ممكن فرزيها في الفريزر كمان. هتعملي حلة كبيرة جدا باللحمة المفرومة وبالخضار. بعد كده معانا ربع مفروم، او ممكن تجيبي 200 جرام بس تكفي برضو. بصل مقطع، طماطم مقطعة، البطاطس المكعبات اللي احنا محمرينها او عاملينها في الفرن، الرز المصري مع الطماطم ومعلقة صلصة بيديكي الرز باللحمة المفرومة والبطاطس طعمه تحفة. اللي يعرفه ده من اكلات زمان. معانا الاكلة اللي بعدها ربع مفروم، شوية برغل، شوية خضرة، شوية البصل، فصين من التوم، منكترش التوم. معانا الدقيق اللي هنبطن بيه والبيض،
وهنعمل احلى كفتة بانيه باللحمة، تحفة تحفة تحفة. هناكل جنبها سلطة زبادي او مخلل، او ممكن ناكل جنبها عيش. الاكلة اللي بعدها رباع مفروم، خضرة شبت وكزبرة وبقدونس. الرز المصري بتاعنا، هتكتري الرز براحتك. هنعمل كفتة رز، هنحط البصل، هتحطي الثوم، هنستخدم طبعا صلصة، وهنحط بطاطس عشان الكمية تكتر، وهنحمرها وهنحطها في الصلصة ومعاها بطاطس المكعبات. احلى اكلة بتليق معاها هي الرز بالشعرية. ياريت يكون الفيديو عجبكم،